ميلاده، ممكن هو جايته عزيمة من برا مثلا ما راح، فأنت عزمته وهو انحرج، إذا أجا التاني راح يزعل منه. على هذا السبب يا عزيزي ويا عزيزتي ويا سيدي ويا سيدتي، إذا شفتونا دائما نحن بحفلاتنا لحالنا، أو شفتوا عائلة أخرى كمان بنفس الحالة اللي نحن فيها، فما تسألون. عرفتوا؟ الموضوع واضح. هلأ نحن والله وقت في بداية أول ما جينا على دبي وعملنا، كان بوقتها اجى قبلنا سند، مثل ما بتعرفوا تولد الامارات هو وهيك، خلق هون وعملنا له مولد. والله حاولنا نحن في البداية نتقرب من بعض اليوتيوبرية إلى آخره، فشفت الموضوع يعني بياخدك باتجاه وبيغير لك السكة حتى اللي انت ماشي عليها، بياخدك بغير مكان ما لك فيه، وجهة راس، انحسب عليك، حسبت عليه، انت غلطت، هو راح الناس تروح تقول له مثلا شفت فلان كذا، نفس الموضوع. هلا يغلط اي حدا من اللي مثلا ظهر معنا لنفترض في قنواتنا ولا بحياتنا ولا اجمالا بالسوشيال ميديا، ممكن تجيك طرطوشه منه. فلهذا السبب يعني من زمان نحن والله بتلاقونا هيك بحالنا، فموضوع المناسبات وهيك هذا الحال بتلاقون ممكن نلتقي مع ناس، نلتقي مع عوائل على الصعيد الشخصي، نروح نزورهم يزورونا كذا، بس ولكن انه مناسبات او محتوى او شيء مشترك، يعني انا كل فتره بحس حالي انه نحن عم نمشي صح. في البدايه ايه عجقناها شوي، يلا مين بده قناه، يلا تعال افتح لك قناه، يلا تعال نعمل قناه، يلا تعال ايه بفتح لك قناه. هذا الشيء كله اذا بتلاحظوا ما في واحد، ما في الا عائله ما جابت سيرتنا، كله طلع ولطشك بالحكي، كله قرب صوبك، كله حكى عنك، مع العلم انه انت مانك عامل شيء. عرفت شو؟ ف يعني حرفيا من وقت ما جينا على الامارات حاولنا هون نبني علاقات شوي، بعدين رجعنا قلنا لا، ارجعوا اصحوا على نفسكم، خليكم مثل ما الناس حبتكم، خليكم بالشيء اللي انتم عم تقدموه. هو فنجان قهوة، هو طبخة، هو عم تلعب ابنك، يعني محتوى بسيط بالشيء اللي ناس حبتك فيه، حبيت تطور بتطور لحالك. فهذا السبب انه نحن ما بتشوفونا كتير مختلطين بالعوائل او باليوتيوبرية او الى اخره. يعني اليوم طلع عم لكم غلطة الشاطر بألف، انه طلع قدامي شيء يعني واحد بده ينتبه. خلص نحن اليوم انت يوتيوبر، خليك يوتيوبر، فنان انت فنان، شو محتواك، خليك ضمن محتواك فقط لا اكثر ولا اقل. امور تانية ما تدخل فيها، لانه الناس حبتك تتابعك وانت بهذا الشكل، وانت بهذا الشكل، بهاي العائله حبتها الناس، حبت اجواءها، ما تغير. وحتى انا يعني الموضوع والله الترند اللي ما بحب ارجع اجيب سيرته، اقسم بالله العظيم قديش حاولت سكره، قديش طلعت وترجيت الفانز كرمال الله، لا صوت لا صورة ما تنشروا، كل شيء عنده حزوف عمول، غيري واحد بينبسط بيروق عليه يقول لكم انشروا، اعملوا. هو حرفيا يعني الانتشار حلو، الانتشار والترندات حلوة، بس شو هو الترند، شو هو الانتشار اللي انت عم تحققه؟ هون بدنا نعرف. ف الله يسترنا، ان شاء الله نطلع من هالمجال بخير. الله يا جماعة قسما بالله بيطلع من السوشيال ميديا بخير، لازم نقول له الحمد لله على السلامة، صار عليك شيء. يوم الآخر مثلا بيوصل لمرحلة آخر يوم بالسوشيال ميديا، أو بده يترك، أو خلص بده يروح في سكة تانية، أو لازم يقولوا له الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما صار عليك شيء. وهو الواحد مرات سبحان الله بيجيب بيجيب الشغلة على حاله. عرفتوا؟ فلهذا السبب الواحد انا امور كتير ما بدخل فيها بالسوشيال ميديا، ولا بعطي رايي فيها، ولا بقرب صوبها، خلص، لانه انا الناس حابتني بهذا المكان، فما بدي اروح بغير اتجاه. وبالنسبه لانه ما بنختلط بالعوائل وهيك، لا هلا دائما في عائلتين هدول، يعني اكيد نحن بنوثق فيهم، هن بيوثقوا فينا، بنجتمع، بنروح بنجي كذا، ومو شرط انه نحن اليوم نفتح سناب ولا نفتح يوتيوب ولا ميديا سيتي قطار. عرفتوا شو؟ يا بنجتمع وكل شيء، تلاقونا مرات قفلنا بكير، ليش؟
نكون خلص ملتقيين بحدا، رايحين عند حدا، حدا جاي لعنا. وفي عنا طبعا علاقات خارج السوشيال ميديا. يعني في ناس بضطر، انا مثلا حفله، انا بنتي مثلا بدي اصور لها حفلتها، انا هاي ذكرى، فبنجبر. يعني في ناس ما بطلع الكاميرا ما فيني اعزمها بصراحه، او مرات بتلاقوا بتخبيين هيك إيه ما حلوه إيه والله بعده بدي اصور. فلهذا السبب بتلاقونا لحالنا. بحب انا اوثق لحظات حياتي، الاولاد هاي كلها ذكريات. فدائما مثل ما خبرتكم في عوائل بنحترمها بتحترمنا، ما لهم غايه عنا ولا لنا غايه عندهم بنفس الوقت. والله من ارقى العوائل اللي التقينا فيها حرفيا، والله على الصعيد الشخصي. والله جماعه يعني انا بقول لكم من عندي، انا قلت لكم مره هون، والله قلت لكم جماعه، والله في يعني الحياه مواقف. في ناس بتعمل معك موقف فما بينكروا الا والله الا قليل الاصل. جماعه طيبين، الله يحفظهم ويحمي عيالهم واهاليهم، ما شفنا منهم الا كل خير. هذا الحق والحق يقال. فهلا خلونا نطلع ننوش. اذا ما طلعت انا بدها تهشم جمجمتي. لازم تنزل تجيب اغراض للبيت. شحدت البيت عملت ما فيه شيء ابدا. والله بس عم بلبس جراب، بس عم بلبس جرابي. شو هيدا الشيء؟ شو هذا؟ ما عم ترحميني ليش؟ قومي. ما عملتي شيء، ما عملتي شيء. بسيطة، لو بهمك كنت عرفتي. لا هرمونات اشتغلت. لو بهمك كنت عرفتي. برأيكم ليش؟ وانتم كمان يلا بتعرفوا، يلا لو بهمكم كنتوا عرفتوا. عرفتوا؟ هاي ننوش بس فعل وضعية النكد. عرفتوا؟ ما هو بس ننوش، هاي خصلة في جميع النساوين. هاي الخصلة. تفضلي عزيزتي، مشي خلينا نروح. ايه الاقتصاد الا الاقتصاد، الله يخليكم. رح تروح ننوش هلا تجيب اغراض ونرجع نحضر اغراض السهرة في المدينة. زمان ما سمعنا جملة السهرة. دانا اليمين ولا الشمال؟ بتنزلهم بتحطهم هون بتظبطهم. ايوه والله كفو. بس انا بستلذ وقت انا بحضر اغراض السهرة. حبيبي جاهزين بس الناصية عم تعبيهم. اوكي بس مفتاح السيارة حياتي يعني. وينه؟ عم تطلع ظهر الحصان. مفتاح السيارة هوني. كنت عم حكيها لننوش شو الحديث اللي دار بيني وبينكم تبع انه اعياد الميلاد وكذا وهيك. اين هي ننوش؟ اختفت. شو وين رحتي؟ من هون طرينا حياتي. عم بحكي مع اختي. مع اختك؟ منين صار عندك اخت؟ اختي. اوكي. كنت عم له انه عم بحكي لننوش شو الحديث اللي صار بيني وبينكم وهيك. بنفس الوقت اجت براسي شغله انه نحن مثلا وقت اللي مثلا عزمنا حدا على عيد الميلاد، ماشي؟ لا عزمناه اجى لعنا، صار عنده حفله، صار عنده مناسبه، عيد ميلاد او شيء. ايوه. فشو بصير اذا ما اجى لعنا، او عفوا اذا ما رحنا لعنده؟ بتنشعوا مخنا. ببلشوا هون شو يا عابس شو ما عليك لك يا اخي، بلكي عندي ظرفك. فشو صار هون؟ ما تكاثر هذا الموضوع، يعني الناس ما بتعرف كل مين شو، ممكن هو يقدر ظرفي، انا اقدر ظرفه، ولو عزمته وانا ما رحت ممكن يقدر ظرفي، او العكس الصحيح. شوف في ناس من محبتها فينا بيحبوا انه مثلا نفترض ايه بس الناس ما بتعرف في امور ما بتعرف فيها. اي علاقه مثلا مع رفقاتنا لازم كل شيء على السوشيال ميديا. ايه صار اي شيء، اي فرح ولا حزن بدل لازم اطلع بالستوري كان انت ولا ايه. حتى غيرنا. فهذا السبب من الاسباب اللي بتلاقوا مثلا اكثر العوائل بتلاقوا عندهم مناسبه عملوها لحالهم، او نحن عملناها لحالنا. ليش؟ خلص بس عزمته اجى لعندي، فانا ممكن باليوم اللي عنده هو مناسبه نحن ما نقدر نروح، عنا ظرف. شو بيصير هون؟ بيجوا هدول تبع شو اسمه المجموعات، هدول بسمي هدول هذا السرب، عرفت؟ بيجمعوا حالهم يا حبيبي شو ما عليك اجى على عيد ميلادك انت لك يا اخي انا هو متفقين. والله الزلمه مقدر وبوس ايدك، ما بدي احكي بالسوشيال ميديا في امور انا ما بدي احكيها يا اخي. صار معي ظرف هو قدره، لك انت شو بك طول بالك بصيرها. فصارت هيك القصص. عرفتوا شو؟ في ناس انه ليش ما بصير. لا هي مهمه، هي
انا قلت يسأل لهم انه إياها من ليش قبل، ليش ما في إنه حدا بيعيد. في علاقات بشكل عام نحن وغيرنا بنحب انه خلص انه على الخاص ان كان اي موضوع مو بس مناسبه، ايام مثلا في امتى لا بدها هلا بدك تطلع بالستوري واذا ما انت مالك صعب واجب. ممكن هلا انا عندي ظرف، فهو صار عنده مناسبه، ما اجى على مثلا عيد ميلاد ابني او بنتي صح، وصار عنده مناسبه وانا بدي اخبره، بدي احكي معه انه يعني بدي اعتذر منه، فبشرح له ممكن وضع خاص ما فيني احكي انا بالسوشيال ميديا. بيبقى دائما في امور ما فيك تحكيها بالسوشيال ميديا. اتفقنا انا وهو، تعال اتفق انت والعالم. فشو صار كل واحد يعمل مناسبته هيك بزاويه لحاله. عرفت شو؟ اوكي حان وقت التسوق. هذا الموضوع ليش حكيته؟ لانه هن من 3 ايام عم وعدتنا تقلنا ليش ما في حدا بعيد ميلاد، وعدتنا ما بعرف شو، فخلص فتحت هلا مشي الحال. يلا نعمل خلينا نوش تتفضل لا لحظة بدي اخذ هاي الفرحة ثواني. لا هلا ست راسي هي بس خلينا نخلص اشيائنا النوش ليكو بلشت تجيب اغراض وبلشت عرفتوا لسه هلا بلشت عم تقول